كده مظبوط. طيب وعامل قصه. طبعا عامل قصه. القصه هنا فين؟ السر هنا فين؟ شوف هقول لحضرتك حاجه، انا هفكرك وبرضه الساده المشاهدين لما كنت معاك وقبل البطوله وقلت لك مفيش وقت، لازم كولر يكمل. قلت لك يا كولر يكمل يا عماد النحاسي هو اللي يسوق. غير كده يبقى الاداره انت بتجاوبني اهلي. انا مش عايز اجاوب اهلي، انا عايز اجاوب هلال. طب ما انا بقول الاثنين اهو. لا سيبك من الاهلي، لك بقى. سيبك الاهلي. هو في تمفصل؟ مفيش تمفصل. لا احنا هنجيب للاهلي، بس انا قصدي هو ايه السر عنده؟ السر اللي هو هل هي خبرته الكبيره طبعا ولا قدرات اللعيبه والاسامي اللي موجوده؟ الاثنين ميكس من الاثنين، لكن هو مدرب كبير. ليه بقى؟ الانتر ميلانو او انتر ميلان او انترناسيونالي، اي اسم هو صح. لما تيجي تبص كده، ده لعب النهائي الشامبيونز ليج، دوري الاوروبي، دوري ابطال اوروبا. انتر اللي هو بعيد خالص، ما حدش رشحه على فكره. يعني انا من بدايه البطوله الناس قالت لك ليفربول وبرشلونه النهائي، صح ولا لا؟ قبل البطوله ما بتبدا. وكمان ايه، اول ليفربول ثاني برشلونه. فده اللوجيك اللي يلعبوا النهائي مع بعض. لكن الانتر فاجئ الناس كلها وفاجئ نفسه وكسبوا ووصلوا النهائي وطلعوا مين؟ وطلعوا برشلونه الكره الممتعه. اللي الحقيقه يعني ايه، يعني انا مدريدي، بس كنت اتمنى برشلونه يلعب النهائي مع ليفربول. المستوى اللي انت شفته. طبعا طبعا ممتع. وبعدين انا مش عارف يعني ازاي خسروا بالشكل ده، ولا هو برضو دفاع برضو زي فان دايك وكونيتي وزي اندر ريبنسون وشاطوا في بعض وضيعوا ليفربول في قدام الباريس سان جيرمان. مدرب باريس سان جيرمان بيقول لك ان انا ليفربول ده اقوى فريق، يعني حتى رجع قال اقوى فريق شفته في البطوله ليفربول ثم برشلونه. يعني الراجل بتاع اللي فاز بالبطوله انريك اللي هو المدير الفني الاسباني اللي بي اس جي قال كده. طيب الهلال بقى هنرجع بقى نعمل سكريبت بلغه المسرح عشان نجيب الهلال. هل الهلال النهارده بعد انا اتوقع اللي هو يفوز النهارده في مباراه على باتشوكا ويوصل دور ال 16 اذا كانت الامور ماشيه نورمال، يعني حاجه طبيعيه. لو كسب 2-0 هو ملوش دعوه بالماتش الثاني على فكره. الحسبه انا حاسبها لك. لو كسبوا 2-0 يبقى هو ملوش دعوه بالمباراه الثانيه بالنتيجه. لان ريال مدريد مش هيسيب المباراه دي، مش هيسيبها. يعني هيلعب برضو اللي هو يلعب عشان يكسب. طبعا عايز يكسب، لانه لو حصل التعادل طبعا هيبقى هو في موقف محرج. هيبقى في موقف محرج. هم هيبقى عندهم 5 نقط كل واحد. ما هتبقى موقف محرج. ليه؟ لان انت عندك الهلال كام نقطه؟ متعادل ماتشين. لو كسب هيبقى 5. لو كسب 2-0 هو ملوش دعوه بفرق الاهداف. هيطلع مع مين بقى؟ هيطلع مع ريال مدريد اللي اتعادل ولا سيلسبورج؟ لا فطبعا النمساوي ريد سيلسبورج، ما اسمه طبعا ده اللي بيشرف عليه كلوب على فكره. بالمناسبه بالزبط. السلسله دي اللي بيشرف عليها يورجن كلوب. بعد بقى الناس هقول لك على معلومه، كلوب تم رفضه من 17 من الكبار، انهم زيدان على سبيل المثال وهرناند، الناس الكبار جدا جدا، وكاسياس اللي هو يدرب ريال مدريد، واختاروا مين؟ تشافي الونسو. يا سلام. قالوا ان المدرب يورجن كلوب في اخر 3 سنوات افقد ليفربول 5 بطولات. ونيجي لما نتكلم على الكلام ده، انا اول واحد زي ما انت عارف قلت كلوب دمر الفرقه قبل ما يمشي. والناس تقول لك اصل عالمي ومش عالمي، لا خالص. دلوقتي رجعوا مايكل ادوارد اللي عمل صفقات، هنرجع لوقتها لليفربول صفقات. انا بقول لك من دلوقتي اهو، انا قاعد معاك ولسه ما بداش ولا البريمير ليج الدوري الانجليزي الممتاز ولا الدوري. هيجددوا السلوت خلاص. انا بقول لك اللي هياخد دوري الابطال السنه دي ليفربول هياخد دوري الابطال وهياخد البريمير ليج. يا سلام. باللعيبه اللي جابها مين؟ مايكل ادوارد اللي مشاه كلوب اول ما جه. ده اللي جايب ساديو ماني وفان دايك ومحمد صلاح وفيرمينيو، مشاه اول ما جه. اذا